مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ اليوم رجعنا لكم بالحلقة الثانية من مسلسل اتنين قهوي. أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك لحتى يوصلكم كل جديد. تبلش أحداث الحلقة لما بتكون نيلي عم تعرفوا للدكتور يحيى على البورد وعم تتصور معه، وقد بيجي الشخص يلي كنا حبينا نعرف مين هو وبيطلع اسمه طارق. بصير بينه وبين الدكتور يحيى هيك جدال، وبيقول له أنا ونيلي في بيناتنا شغل، حكي الشغل لازم يكون عن انفراد، وبياخده وبيروح. بتقوم هي بتصير تعتذر من الدكتور يحيى على اللي صار. هو بيقبل اعتذاره وبيروح لعند رفقاته. بيطلعوا رفقاته هنن يلي بيعرفوا لطارق وهنن يلي بيحكوا له القصة كلها. طبعا هون بنلاحظ انه بلش مشاعر واعجاب بين الطرفين يلي هن نحيا ونيلي. طارق بيلحق نيلي لعند البيت، بصير يهددها انه ما راح تكون لحدا غيره. هي بتقعره وبتطلع على بيتها. بتقوم ستة بتلحقها بتفوت لعندها وراها على الغرفة. بتقول لها خير شو صاير معك. هون بتخبرها انه طارق عم يضل يحرجها ويزعجها. بتقوم بتقول لها اتصلي على ابوك اللي هو بيكون طبعا بحفلي فما بيرد. فهون بتيجي بتتصل عليه ستة فبيرد فورا. بتقول له تعال على البيت وبيروح فورا. هون اللي بتحكي له كل شي. طبعا هو بيكون سكران وما بيكون عرفان شو ما يصير حواله. نغم بتروح لعند ابوها وبتحكيه كرمال يلي صار قبل بيوم. فهو بيعتذر منها وانه هو كل همه مصلحتها. وبينزل يقعد مع ابن خالته اللي هو بده اياها. بيقول له انا بدي ابعت بنتي نغم تشتغل عندي بالشركة بمصر، شو رايك انت تروح تشتغل معها كمان. فهو بيعترض على انه نغم تشتغل، بس ابوها بيقول له بده يصير يلي هي بدها اياه بس. بالمشهد هون بعد ما يكون يحيى مقرر انه ما عاد بده يشوف نيلي، لا يجيب سيرتها لانه بلش ينعجب فيها وهذا الباب هو مسكره. فجأة وهو بالسيارة بيوقف بشكل لا إرادي قدام الكافيه. فبتشوفه نيلي بتقول له تفضل نشرب قهوة. فهون بينزل بيقعدوا وبيطلبوا قهوة سادة اثنيناتهم. ترجع نيلي بتعتذر عن اللي صار، فبيقول لها عادي بيصير. بتقول له ايه بيصير بس لو ما حدا غيره. بسألها ليش. فهون هي بتغير السير وبتصير تحكي له انه هي معجبة كتير فيه وبتحكي له عن كتبه. هون ببين انه في اعجاب متبادل وبصيروا يتعرفوا على بعضهم وبيطلعوا مشتركين بكتير شغلات حتى بالبرج. كل الوقت يحيى ما بيشيل عينه عن نيلي. خلال الأحداث بيكون صار موقف إنه نغم تطلع لعند ابن خالته لما بيكون قاعد مع أهلها. بتقول له أنا ما عاد بدي إياك ما بدي أتجوزك. فأما بتحاول تروح تحكيها بس أبوها بيمنعه. بعدين بيطلع لعندها على الغرفة وبيصير يبهدلها على الموقف اللي حطيته فيه. نرجع ليحيى ونيلي. تكون نيلي عم تحكي له عن حياتها وعن أمها. هون بيسألها أنت مين بتشبهي؟ بتقول له والله أنا بشبه أمي. بيطلع فيها بيقول له وعيونك. بتقول له كمان لأمي. فهون يحيى بيقول لهم معناتها أمك كانت مثل القمر بلقطة رومانسية كتير. باللحظة اللي بتيجي بنت لعند نيلي فبتسألها نيلي شو بدك يا حبيبتي. بيطلع يحيى ولا بتكون هي بنته. بتخلص أحداث الحلقة هون. هيك أصدقائي بنكون خلصنا أحداث حلقتنا اليوم. بتمنى تكون نالت إعجابكم. تدعمونا باللايك والاشتراك لحتى نقدم لكم كل جديد. ودمتم بخير.